سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي، فإما أن أخلد فينا. اصدق الله يصدق. ما تكذبش. الكذاب يمحو الله البركة من كل أمر من أمور حياته. هو ده الصدق اللي أنا بطالبك بيه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. ما تكذبش. هل تكذب؟ ما تكذبش. أنت بتكذب. أنا عم شيخ. سؤال بالله عليك بالراحه بس من غير ما تزعل. انت كذاب؟ سيبك من انت كذاب. لا انت بتكذب. طب بلاش. لما بتكذب احيانا والله بحس ان انا تعبان وضميري بيأنبني قوي يا عم الشيخ. بتحس ان ده هو الصح. بتحس بايه وانت بتكذب؟ ان ده من حقك، ان ده طبيعي، ان دي مش مشكله، ان كده احسن. الكذب. بتحس بايه وانت بتكذب؟ احساسك ايه وشعورك ايه؟ يا عم شيخ بحس ان ربنا زعلان مني لما تكذب وبعد ما تكذب. من أهم أسباب الهلكة والضياع والتدمير الكذب. الكذاب يمحو الله البركة من كل أمر من أمور حياته. سيأتي على الناس سنوات خداعات، خداع في خداع وكذب في كذب. ما تكذبش. ما تقولش مش قادر. انت تقدر. ما تكذبش. ما تقولش انا عايز اتوب. قول انا مش عايز اتوب، فيا رب ارزقني ان انا اتوب. ما تكذبش. ما تقولش اصل عندي ظروف. ما عندكش ظروف. قول انا مفتوح. ما تكذبش. هتفضل لحد امتى تكذب؟ هتفضل لحد امتى تلف وتدور؟ وستسأل عن كل لفظة يتلفظ بها لسانك. كل الأعضاء إذا أصبحت تكفر اللسان. تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللسان إذا لسانك اتظبط يتظبط يومك. الصادق يوم القيامة هيبقى بجوار الرحمن. نعم هيبقى بجوار الرحمن. هيبقى حبيب الرحمن. يعني أول ما يفتح باب الجنة ينظر فيجد الرحمن. نعم يجد الرحمن. اصدق الله يصدق. من أهم صفات المؤمن إنه صادق. أنت فين من ربنا؟ وانتي فين من ربنا؟ اللهم ارزقنا هذه الساعة ساعة صدق معك. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة صدق لك. اللهم أعنا على هذه الساعة بالصدق لك. اللهم ارزقنا الصدق معك، وارزقنا الصدق لك، وارزقنا الصدق بك يا حي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.